تخيل ان الجبة والقفطان كانت السبب ورا صناعة اشهر اغنية مصرية. حواديت الفن ما بتنتهيش، خاصة لما تكون عن سيد درويش اللي نقدر ببساطة نعتبره اشهر مزيكاتي مصري في القرن العشرين. كلنا اتربينا على اغاني سيد درويش وبقت الحانه جزء من وجداننا ومشاعرنا، بس مش كلنا نعرف ان ورا اغانيه في حواديت ما تقلش جمال عن الالحان نفسها، وده اللي هنعرفه معاكم في حكايتنا عن فنان الشعب سيد درويش. Said Darwish, he wrote that political song. قوم يا مصري قوم يا مصري قوم يا مصري مصري دايما بتناديك ود النصري rousing of you. اتولد سيد درويش بحي كوم الدكة في اسكندرية لأسرة فقيرة مكونة من أبوه واللي كان عنده ورشة صغيرة بيصنع فيها الأبايب والكراسي، وأمه وأختين أكبر منه، وكان الرزق على قد اللي جاي على قد اللي رايح. بيتعلم سيد القراية والكتابة وبيحفظ القرآن علشان يبقى شيخ معمم، ودي كانت رغبة أبوه. لكن بتحصل حاجة غير متوقعة، بيموت الأب، وهنا بيضطر سيد إنه يشتغل علشان يصرف على أمه وإخواته. فاشتغل في طائفة المعمار مساعد نقاش، دوره يناول المونة للنقاش. وكان سيد علشان يسلي وقته وهو بيشتغل كان بيغني، فكان العمال يغنوا معاه. فلاحظ المقاول إن سيد لما بيغني العمال بيشتغلوا بحماس، وهنا بتيجي للمقاول فكرة، بيطلب من سيد انه يوقف شغل ويكون شغله انه يغني للعمال طول ما هم شغالين وياخد اجرته على ده. وطبعا سيد فرح، ما هو بيحب الغنى، فلما يلاقي ان الغنى هيجيب له فلوس يقرر يتعلمه. فراح اشترى كتاب عن المزيكا ومعاه عود قديم متكسر وبدأ يتعلم، ومن هنا كانت بداية سيد درويش كمغني. بتعدي السنين وبيحقق سيد درويش نجاح كبير كمغني ويبقى معروف في اسكندرية كلها. وفي يوم من الأيام بيسمع عنه سلامة حجازي، واللي كان أشهر مغني في مصر أياميها، نقدر نعتبره محمد منير المرحلة. بينبهر سلامة حجازي بصوت سيد درويش وبيطلب منه يجي القاهرة، وهنا هيقدم سيد درويش أول حفلة ليه قدام جمهور كبير. لكن بيحصل شيء مش لطيف، الجمهور ما بيتفاعلش خالص مع صوت سيد درويش، وبيفضلوا يصفروا انه ينزل من على المسرح وانه صوته مش زي صوت سلامة حجازي. وفي اللحظة دي بيطلع سلامة حجازي بنفسه للجمهور وبيقول لهم الولد اللي قدامكم ده هيكون اهم مغني في مصر. بيرجع سيد درويش لاسكندرية زعلان وحاسس بالفشل، ويقول لك خليني في بلدي احسن، على نظام من خرج من داره اتقل مقداره. وبيستمر كمغني في اسكندرية، لكن بتحصل حاجة بتخليه يوقف غنى خالص. بتقوم الحرب العالمية الأولى، فبيحصل كساد كبير لسوق المغنيين وقتها، فبيضطر سيد درويش يدور على وظائف تانية علشان يقدر يعيش. فبيشتغل كاتب حسابات في معرض موبيليا، لكن بتحصل حاجة ترجعه للغنى تاني. بيسمع جورج أبيض عن سيد درويش وبيطلب منه يجي القاهرة علشان يشتغل في المسرح بتاعه، واللي قرر يقدم فيه اللون الكوميدي بسبب حالة الكآبة اللي كانت عاملاها الحرب. ويلحن سيد درويش أول أوبريت ليه بعنوان فيروز شاه، واللي قدر فيه يقدم لون جديد ومختلف على الموسيقى العربية. وبينجح اللون ده وبينتشر جدا لدرجة ان نجيب الريحاني بيلاقي أعضاء من فرقته بيدندنوا أغانيه في وقت فراغهم، فبيسألهم هو ايه ده، فعرفوه على سيد درويش وألحانه. فيقرر يشتغل معاه ويكون أول تعاون بينهم أوبريت اسمه لولو. بيعدي الوقت وبنوصل لسنة 1919 ومصر كلها بتكون في حالة ثورة ضد الاستعمار الإنجليزي، وبيكون سيد درويش جزء من حالة الثورة دي، وبيستخدم أدواته كملحن ومغني في إنه يعبر عن مشاعر المصريين ويلحن واحدة من أجمل أغانيه أهو ده اللي صار. والأغنية دي ليها حكاية غريبة جدا. اللي حصل إن مؤلف الأغنية يونس القاضي اتقبض عليه في المظاهرات، وفي التحقيقات معاه مسكوا مفتش الداخلية الإنجليزي من القفطان بتاعه وقال له قبل ما تطالب بخروج الاحتلال فكر الأول إزاي تصنع الجبة والقفطان في بلدك. المهم إن الكلام ده استفز يونس القاضي جدا وقال له عايزنا نصنع إزاي وإحنا تحت الاحتلال؟ ما تلومش عليا، لوم على الاحتلال. وبعد ما خرج راح لسيد درويش حكى له الموقف، ومن هنا جت كلمات الأغنية وانتشرت الأغنية جدا وكأنها بقت لسان حال كل المصريين. ثورة 19 كانت حافز ليونس القاضي وسيد درويش كمان،
ويعملوا أغنية بلادي بلادي. وهتستغربوا جدا لما تعرفوا إن كلمات الأغنية أصلا مقتبسة من خطاب مشهور قاله مصطفى كامل ولحنها سيد درويش علشان يغنيها احتفالا بعودة سعد زغلول وزمايله من المنفى. وفي سنة 79 بيصدر قرار جمهوري باعتبار بلادي بلادي النشيد الوطني لمصر. أغنية تانية اللي هي قوم يا مصري، واللي هي من أشهر أغاني ثورة 19. الأغنية دي أصلا ما كانتش مكتوبة ثورة 19، الأغنية كتبها بديع خيري ولحنها سيد درويش علشان تكون جزء من مسرحية مع نجيب الريحاني اسمها قولولو. لكن المسرحية اتأجلت بسبب أحداث الثورة، ففكر بديع خيري وسيد درويش إنهم يخلوها حماسية وتخلي المصريين يطلعوا في مظاهرات ضد الاحتلال البريطاني، وبقت مصر دايما بتناديك وبنصري نصر دين وارض عليك يوم ما تعدي رحبك وسام عينيك. وفي كلمات الأغنية في أبيات مهمة جدا محدش وقف عندها كتير وتبين قد إيه سيد درويش كان مشغول بالهوية والحضارة المصرية لما بيقول صون ديارك يلي دنست الآثار دول فاتولك مجد وانت فوت عار، وكأنها رسالة من سيد درويش للمصريين اللي كانوا بيتاجروا في الآثار ويهربوها إنهم يعرفوا قيمتها ويحافظوا عليها. ومن هنا بنلاقي ان سنة 19 كانت اكتر السنين فيها غزارة انتاج في تاريخ سيد درويش. بيتقال ان قدم في السنة دي بس 75 لحن من كتر ما كان متفاعل مع الاجواء السياسية وقتها، وكأنه بيقوم بنفس دور سعد زغلول بس في المزيكا والغنى. وفي سنة 23 بيسافر سيد درويش اسكندرية علشان يكون في استقبال سعد زغلول وهو راجع من المنفى. لكن القدر كان ليه رأي تاني، بيصاب سيد درويش بأزمة قلبية وبيموت وهو في عز شبابه عن عمر 31 سنة. ونتيجة ان مصر كلها كانت مشغولة في استقبال سعد زغلول، كانت جنازة سيد درويش بسيطة ومتواضعة وما حضرهاش غير مجموعة من أصدقائه وبعض أفراد أسرته. نفتكر كلمات الشاعر أحمد شوقي: اخترت يوم الهول يوم وداع ونعاك في عصف الرياح الناعي، وكأنها بتنطبق على جنازة سيد درويش اللي مات في يوم مصر كلها كانت مشغولة فيه وفرحانة بعودة زعيمها من المنفى. ومحدش خد باله ان في نفس اليوم خسرت واحد من اكبر فنانيها واكثرهم موهبة. مات سيد درويش لكن اغانيه والحانه ما ماتتش، ولسه بعد 100 سنة من وفاته اغانيه حاضرة في كل مكان وكأنه لسه موجود بينا. وده ببساطة لان الفن الحقيقي ما بيموتش.